النهارده كان عندنا مباراة الأهلي والمقاولون العرب. أدار مباراة محمد الحنفي وأحمد صلاح وأحمد رشدي. أحمد حمدي حكم رابع. حكام الفيديو النهارده محمد الصباحي ومحمد عزازي. في حالات كتيرة بس احنا جبنا أهم حالة. أول حالة ركلة جزاء، ركلة جزاء مجانية لصالح النادي الأهلي، خطأ واضح جدا على لعيب نادي المقاولين. محمد الحنفي شايف في الكرة كويس جدا، احتسب الخطأ، لم يتردد، وأصعب حاجة للحكم أول ما يحتسب ركلة جزاء في أول صفارة أو تاني صفارة في بداية المباراة. طبعا ركلة جزاء سليمة تم احتسابها النادي الأهلي بسبب الإعاقة من لعيب نادي المقاولين. عندنا الحالة الثانية حالة مهمة بطلها أحمد صلاح مساعد الحكم رقم 1، كور من الكور السريعة. أحمد وقف تمركز ممتاز، آخر تاني مدافع الرايت باك اللي احنا شايفينه اللي هناك. طبعا بيرسي تاو ده مش في موقف تسلل أصلا، بس احنا حبينا نجيبها ان كور من المتحركة السريعة وتم إحراز منها هدف، فلازم نتأكد سلامة الهدف ولا لأ. دي صورة المفترض ركله جزاء للمقاولين العرب. هنشوف في ركله جزاء للمقاولين والعرب ولا لا. طبعا في لعيب وقع وفي لعيب من الاهلي وقع، في شويه لعيبه وقعوا، هنشوف في خطا ولا لا، هتبان من الكاميرا الخلفيه. عاوزين نركز على ريك 27 من الاهلي و27 من المقاولين. عندنا 27 من الاهلي دافع لعيب من المقاولين اللي وقع، بس عاوزين نشوف الاول لعيب 27 الاولاني ده اللي على الشمال ده عمل ايه مع 27 اللي لابس النادي الاهلي. هتلاقيه في بجزء من جسمه، مش لازم انا ادفع بايديا، لو بجسمي بسبب الدفعه دي خبط لعيب نادي المقاولين. طالما في خطا مشترك يبقى يستمر اللعب. الحاله الرابعه والاخيره دي حاله بصراحه قد تكون ركله جزاء، انا بصراحه مش باينه لي في التصوير، صوره من بعيد لعيب نادي المقاولين وقع، هل وقع رجليه خبطت في بعض ولا لا؟ انا بتكلم هنا في التصوير. اهم نقطه مش واضحه لي انا، يعني اهم نقطه، هل في قدم من التحت خبطت لعيب نادي الاهلي خبطت لعيب نادي المقاولين؟ مش باينه. فاتمنى في التصوير في الحلقات الصعبه اللي زي دي يبقى في الكادر مفتوح عشان تقدر تقول القرار. لا بس باينه، بس من الواضح باينه، هي باينه، الراجل ما حدش لمسه. لا ثانيه واحده يعني باينه قصادنا يا كابتن سيف ان رجل اليسرى للقدم اليمنى بتاعت المقاولين، بس ممكن تكون قبلها في خبطه من تحت مش باينه لنا، هي اللي خلت الصوره واضحه يا كابتن اهي. الصوره واضحه فين؟ مش هي الصوره دي مش واضحه كباتن لا ولا انا؟ لا 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 القدم من تحت، اثبت لي ان القدم انت ثانيه واحده، انت شايف قدم لعيب نادي الاهلي؟ شايف القدم من تحت؟ أيوة. مش هتبان. انت شايفها هنا؟ لا بجد والله انت شايفها؟ انا مش شايفها. انا شايفها يا كابتن. شايف جزمه لعيب الاهلي؟ يعني قصدي باينه ان مفيش احساس. لا ما انت هنا ممكن شايف، ممكن انا بقول لك ممكن يكون قدم لعيب الاهلي خبطت لعيب المقاولين هي اللي كعبلته، بس هي مش باينه. عشان كده بقول لك هنا التصوير لازم يبينها لك، انما كشكل عام لا اقول ان فعلا لعيب نادي المقاولين رجليه اليمين خبطت في رجليه الشمال، بس ممكن يكون في لطشه قبلها اللي انا ما شفتهاش. لازم تبقى يعني التصوير يبقى افضل من كده، وطالما ان احنا هنا مش شايفينها نفس الصوره جايه رد فعل برضه لعيب المقاولين ان هي ما فيهاش حاجه. انا معاك، انا همشي على رد الفعل، بس لما تيجي قرار مهم زي ده في ال 18 لازم تبقى الصوره كامله وواضحه. دي كانت اهم حالات المباراه. اتمنى بس التصوير، يعني هم بيبذلوا مجهود وكل حاجه، بس يبقى التصوير في الاماكن الحساسه اللي في ال 18 تبقى افضح. دي اهم حالات المباراه. كابتن سمير عايز يكلفنا كابتن سيف ونشتري كاميرا. ما هو كابتن عايز ينجح الشغلانه. شغلانه الفار او شغلانه الحكم دي عمرها ما هتنجح غير بتصوير وصوره كويسه عشان تعرف تدي قرار. بالظبط، هو ده اللي انا عاوز اوصله لك يا كابتن سيف. رايك ايه في الحكم الجديد؟ رئيس اللجنه خلاص هو جه، لازم يبقى فيه دعم من كل الناس، الحكام القدامى الحاليين المحللين. احنا في وسط المسابقه، راجل جديد جه خلاص رئيس لجنه الحكام، كل الدعم ليه. تطوير وتعيين ولا فاروق اللي هيبقى تعيين؟ اتمنى فاروق يبقى تعيين وهو تطوير. حتى على الاقل في نهايه الموسم، لانه خلي بالك هو مش عارف الحكام من بعض ولا عارف اهميه الفرق، يعني مع احترامي للفرق الموجوده هو ما يعرفش مين دول ومين دول، ولا يعرف حساسيه المباراه. وعندك قسم تاني، هل هيعين القسم التاني؟ فخليه انا رايي يكمل بقيه الموسم تطوير ويشوف الحكام يعرف مستواهم، يكمل السنه الجايه ان شاء الله كرئيس لجنه باذن الله. بس كل التوفيق ليه ان شاء الله. اشكرك يا كابتن سمير. شكرا جدا يا كابتن سيف. كابتن محمد عمر شرفتني ونورتني. شكرا يا كابتن. شكرا كابتن شادي شرفت بوجودك. اشكرك شكرا جزيلا. كابتن عماد شرف بوجودك دايما. شكرا يا كابتن سيف. خلصنا حلقتنا، بشكركم شكرا جزيلا. مبروك للنادي الاهلي، هارد لك للمقاولين العرب، وبالتوفيق ان شاء الله باذن الله للاهلي امام سان داونز في المباراه القادمه. بعد قليل حلقه جديده مع الكابتن احمد شوبير، اشوفكم على الف خير.